واش عمرك تسألتي كيفاش المغرب ولا في هاد السنوات الأخيرة واحد القوة اللي خصها تحسب ليها ألف حساب؟ اليوم غادي نحكيو على موضوع سخون بزاف، ولكن خليكم معايا حتى الاخر حيت التفاصيل اللي جاية غادي تفاجئكم. دابا في هاد الأيام كيدور كلام بزاف على واحد الخطوة عسكرية جديدة ممكن يديرها المغرب، وهي اقتناء طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي سو 35. ولكن السؤال الكبير هو علاش هاد الطائرة بالضبط، وشنو كتعني هاد الخطوة؟ هاد الطيارة ماشي عادية، راه من فئة 4+2، يعني قريبة بزاف للجيل الخامس. كتميز بالمناورة الخارقة، رادار قوي بزاف، وقدرة كتضرب أهداف من مسافات بعيدة بلا ما تبان. بمعنى آخر، هي سلاح ثقيل كيقلب الموازين. ولكن المفاجأة ماشي غير في الطائرة، المفاجأة هي الاستراتيجية ديال المغرب. المغرب من سنين طويلة هو كيعتمد بزاف على التعاون مع أمريكا في المجال العسكري، ودابا إلا كان بصح كاين توجه نحو روسيا في هاد الصفقة، راه كيبان واحد التغيير ذكي بزاف. حيت ببساطة المغرب مبقاش معتمد غير على جهة وحدة، ولكن ولا كيلعب على توازن القوى. وهنا كنطرحو سؤال مهم: واش هادي غير صفقة ولا بداية مرحلة جديدة في التسليح المغربي؟ كاينين اللي كيشوفوا أن المغرب كيبني قوة جوية تقدر تواجه أي تحدي في المستقبل، وكاين اللي كيشوف أن هاد الخطوة كلها داخلة في إطار توازن إقليمي حساس، خصوصا في وجود توتر دائم مع الجزائر. ولكن خصنا نكونوا واضحين، هاد الأخبار كيبقاو غير تقارير إعلامية، وما كاين حتى تأكيد رسمي لحد الآن. ومع ذلك إلا تحققت راه غادي تكون نقلة نوعية كبيرة في القوة الجوية ديال المغرب. دابا نجيو لأهم نقطة: المغرب اليوم ماشي غير كيشري السلاح، ولكن كيبني استراتيجية بعيدة المدى. الاستراتيجية فيها تنويع الشركاء، تطوير القدرات، ورفع الجاهزية العسكرية. وهنا السؤال لكم انتوما: واش كتشوفوا أن المغرب فعلا دخل في مرحلة جديدة في القوة العسكرية ديالو، ولا غير تحركات عادية في هذا الظرف العالمي؟ اكتبوا لي الرأي تاعكم في الكومنتات، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة، حيت اللي جاي فيه مفاجآت كتار. السلام عليكم.